اثبت لي ان الكتاب اللي من 1400 سنة ده من عند الله. تروح انت جايب لي استدلال من جوه الكتاب نفسه. طيب أنا سأحضر في هذه الحلقة 11 دليلا على أن القرآن كتاب من عند الله من خارج القرآن، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله من خارج القرآن والإسلام. ما رأيك؟ الأول قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الدخان يؤكد أن أصل هذا الكون شيء ملتهب وليس بحيرة ماء، كما كان التصور عند كل الفلسفات والأفكار والديانات زمن البعثة النبوية. الكل كان يتخيل أن الكون أصله الماء، لكن يأتي القرآن في تلك البيئة ويؤكد أن أصل أفلاك السماء هو الدخان وليس الماء، وهذه إحدى مسلمات العلم الحديث. فأفلاك السماء بلا خلاف اليوم بين العلماء هي تكثف من الدخان. ثانيا قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. السماء بناء وليست فراغ كما قد يتخيل الناظر. والعجيب أن نوبل في الفيزياء لعام 2017 أثبتت سير موجات الجاذبية على نسيج الزمكان. الزمكان هو تداخل الزمان والمكان يشكلان معا نسيجا، تسير على هذا النسيج موجات الجاذبية، فالسماء حرفيا مبنية. ثالثا وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء تتسع مع الوقت. هذه الحقيقة حتى زمان أينشتاين لم يتخيلها أحد، بل وكان أينشتاين بنفسه يصر على أن السماء ثابتة لا تتسع، وإذا بنا في عام 1929 نكتشف أن السماء تتسع، وهذه اليوم إحدى مسلمات العلم الحديث. واعترف أينشتاين بعد هذا الاكتشاف أن إصراره على السماء الثابتة التي لا تتسع كان أكبر خطأ علمي ارتكبه في حياته. القرآن قبل أينشتاين ب1400 عام يقول أن السماء تتسع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. رابعا قوله تعالى: والصبح إذا تنفس. الشمس في الصباح تسخن سطح الأرض، فبالتبعية يسخن الهواء الملامس لها فيصعد لأعلى، ويأتي مكانه الهواء في الطبقات العليا، وكأن الأرض في الصباح كالرئة الضخمة تطرد الهواء الملامس لها ويأتي مكانه هواء آخر. والصبح إذا تنفس. خامسا قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل هي القمر، آية النهار هي الشمس. آية الليل محيت بينما بقيت آية النهار مبصرة. فهل القمر كان كتلة نارية كالشمس ثم محي؟ هذا اليوم واحد من أكبر القضايا العلمية المكتشفة عن القمر. كان القمر بالفعل كتلة نارية، وناسا أصدرت على موقعها الرسمي مقطع مرئي بعنوان تطور القمر تتناول فيه هذه القضية العلمية. القمر بالفعل كان كتلة نارية ثم محي ضوءه مع الزمن. سادسا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر الله به موسى قائلا: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. سيأتي نبي مثلك يا موسى من بين إخوة بني إسرائيل. إخوة بني إسرائيل هم العرب أبناء إسماعيل. من بين إخوة بني إسرائيل، من بين أبناء إسماعيل سوف يأتي نبي مثلك يا موسى. ولم يأتي من بني إسماعيل نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لم تنطبق هذه النبوءة على محمد صلى الله عليه وسلم فهي لم تحصل حتى الآن. ومحمد صلى الله عليه وسلم مثل موسى، كلاهما مجاهد في سبيل الله، كلاهما دعا الناس للتوحيد، كلاهما أوذي في الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. محمد صلى الله عليه وسلم مثل موسى عليه السلام. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. ومن لا يتبع هذا النبي سيحاسب، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. فكل إنسان ملزم بنص التوراة باتباع النبي الذي سوف يأتي من بني إسماعيل صلى الله عليه وسلم. سابعا بشر الله عز وجل إشعياء النبي
بشره بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. وهذا النبي هو الذي سيرفع صوت الأذان لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار. سيعلو صوت الأذان في ديار قيدار، ولا خلاف أن قيدار هو ابن إسماعيل عليه السلام، وقيدار هو جد عدنان وجد قريش. سيرفع الأذان في ديار قريش على يد هذا النبي القادم، فمن يكون؟ قريش لم ترفع فيها إلا تسبيحات الإسلام، ولم يعلو فيها صوت الأذان إلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم سكان سالع. أين يقع سالع؟ سالع يقع بالمدينة المنورة، ويبعد عن المسجد النبوي ب500 متر، وهناك أحاديث كثيرة ورد فيها ذكر سالع، أحاديث نبوية صحيحة، فهو جبل معروف بالمدينة إلى اليوم. سوف يعلو صوت الأذان في مكة والمدينة على يد هذا النبي القادم، فمن يكون؟ ثامنا، بشر النبي يعقوب عليه السلام بشر بنيه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حصل في وصيته قبل موته، فقال: لا يزول قضيب من يهوذا، لن يزول الملك من اليهود، ومشترع من بين رجليه، أي ولن تزول الشريعة منهم حتى يأتي شيلون. سوف يبقى في بني إسرائيل الحكم والتشريع حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب حتى يأتي شيلون. شيلون تعني رافع الأغلال، الذي سيرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أغلال الأحكام التشريعية القاسية التي كانت على بني إسرائيل لظلمهم. قال ربنا سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما صفة هذا النبي؟ نكمل الآية: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن القرآن يخبرنا أنه في توراتهم توجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم رافع الأغلال. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب. له سوف تخضع الشعوب، سوف يكون نبيا مجاهدا، سوف تفتح على يدي أمته ممالك الأرض. انتشرت رسالته في ظرف جيل واحد في مشارق الأرض ومغاربها. تاسعا، بشر الله سبحانه النبي حجي، بشره بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وأخبره باسمه محمد، فقال له: وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم. مشتهى في النص العبري تعني الذي له الحمد، محمد، كما فصلنا في حلقة سابقة. ذكرنا هذه النقطة بالتفصيل في حلقة سابقة من المصادر العبرية، رابط هذه الحلقة في الرابط الثاني في وصف الفيديو. ويأتي مشتهى كل الأمم، ويأتي محمد كل الأمم. وكل الأمم هنا في النص العبري تعني الأميين. إذن القراءة العبرية الصحيحة لنص حجي هي: ويأتي محمد الأميين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. عاشرا، بشر النبي دانيال عليه السلام، بشر بزمان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رأى دانيال عليه السلام في رؤياه 4 ممالك متعاقبة سوف تحكم الأرض: المملكة البابلية والفارسية ومملكة الإسكندر الأكبر والمملكة الرومانية. وبعد هذه الممالك ال4 سوف يأتي قديس العلي الذين سوف يحاربون الوثنية. وحتى نعرف زمن ظهور قديس العلي، حتى نعرف زمن ظهور هذه الأمة، فإنه سيظهر في المملكة الرابعة الرومانية، سوف يظهر شخص تنطبق صفاته وأعماله على قسطنطين الكبير، وسوف يظل فساده في الأرض 3 قرون ونصف قرن. وبعد هذه المدة سوف يظهر ابن الإنسان الذي ستحكم أمته الممالك ال4، والذي سوف يعيد التوحيد إلى الأرض. 4 ممالك في المملكة الرابعة الرومانية. سوف يظهر شخص، هذا الشخص صفاته تنطبق على قسطنطين الكبير. بعد 3 قرون ونصف من زمن قسطنطين الكبير هذا سوف يظهر ابن الإنسان، والذي سوف تفتح أمته الممالك. طبعا هذا النص من سفر دانيال، وهذه الممالك وزمن حكم قسطنطين، كل هذه التفاصيل سوف نتحدث عنها ضمن دورة تحصين العقل المسلم في هذه الحلقة. ومن أراد أن يستمع لهذه الحلقة قبل أن ننشرها فهي في الرابط الثالث في وصف الفيديو. بعد 3 قرون ونصف من زمن قسطنطين ظهرت الأمة الإسلامية وملكت بابل وفارس والشام، الممالك ال3. ليس هذا فحسب،
بل تنبأ دانيال أن هذه الأمة سوف تمتلك أرض قسطنطين، تمتلك المملكة الرابعة، مملكة قسطنطين الكبير القسطنطينية. أما قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. فهل يتوقع إنسان باحث اطلع على هذه الإعجازات والبشارات، هل يتوقع نبيا غيره صلى الله عليه وسلم؟ وهل يتوقع حقا في هذا الكون أعظم من التسليم لله سبحانه واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا أعظم حق أنت ملزم به أيها الإنسان. الدليل 11: البيت الحرام الذي سوف يكون قبلة هذه الأمة، الذي سوف ينير بالتوحيد، بشر به النبي إشعياء فقال: مجد الرب أشرق عليك لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض، ظلمة الكفر تغطي الأرض، أما عليك فيشرق الرب، تتحول إليك ثروة الأمم ويأتي إليك غنى الأمم، تجبى إليه ثمرات كل شيء، كل غنم قيدار تجتمع إليك، غنم قيدار كباش نبيوت تخدمك، وأزين بيت جمالي. غنم قيدار، قيدار كما ذكرنا ابن إسماعيل وهو جد قريش، فأغنام قيدار أغنام قريش هل تساق وتذبح سوى للبيت الحرام بمكة؟ كل غنم قيدار تجتمع إليك. أضاحي قيدار لا تقدم لبيت سوى للبيت الحرام بمكة، كل غنم قيدار تجتمع إليك، وكباش نبيوت تخدمك. نبيوت أيضا هو ابن إسماعيل، ابن إسماعيل البكر، فأغنام العرب لا تقدم لبيت سوى للبيت الحرام. هذه بعض الأدلة التي أردت أن أذكرها في هذه الحلقة، وأنا أوصيك وأوصي المستمع الكريم بقراءة كتاب محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى لقسيس إرميا السابق عبد الأحد داود. رابط هذا الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. وأوصيكم جميعا بمتابعة دورة تحصين العقل المسلم، سنقوم فيها إن شاء الله بتفصيل بعض المعجزات والبشارات. رابط هذه الدورة في رابع رابط في وصف الفيديو. والله لو أردت الحق لكفتك آية، ولو أردت الضلال والله لن تكفك 1,000,000 آية وبرهان معجزة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون